يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة على عيونكم حلوين. يلا بقى تعالوا نخش على المطبخ ونعمل الافطار بتاعنا النهارده. الافطار بتاعنا النهارده هنعمل شوية حاجات كده حرشة، هنعمل افطار حرش، ناخد بريك من الافطارات الدسمة. فيلا بينا. انا كده كده كنت مظبطه السفره من الصبح، فغيرت الترتيب بتاعها لان زي ما قلت لكم قررنا النهارده اكل حرش. هنعمل حاجه زي الفول، بس هي مش فول، هي فاصوليا حمراء مطحونه، طعمها بيبقى حلو قوي في الاكل، مطحونه كانها فول. هنحط معلقه زبده او سمنه، وحطيت توم هقلبه كويس. اول ما يحمر انزل عليه بالطماطم واقلب الطماطم لحد ما الطماطم تبدا تدبل. هنزل عليها الفاصوليا الحمراء المطحونه واقلبها كويس واحط معاها التوابل. واول ما تقرب كده يعني تبدا تتظبط وتفك وتستوي، حط معاها شويه ميه لان هي بتبقى يعني متكبسه جامد، فحط شويه ميه صغيرين معاها عشان يفكوها. على فكره ما بتاخدش مده خالص على النار، شويه صغيرين كده وخلاص. اول ما الاقيها فكت واتظبطت وتمام وسخنت كويس، احط عليها في الاخر شويه سبانخ متقطعين حتت صغيره وشويه فلفل حراق لو عايزين، واديها تقليبه واطفي النار عليها كده. خلاص خلصت، ما بتاخدش وقت خالص. تاني حاجة هنعملها، هنعمل شكشوكة. حطيت معلقة الا ربع سمنة، هحط عليها شوية بصل وشوية فلفل حراق. طبعا ممكن تستغنوا وتستبدلوا براحتكم. واول ما البصل بس ياخد تشويحتين كده يدبل سنة، هنزل عليه بصلصة الطماطم واقلبه كويس. وعلى حسب، لو الناس بتحب، لو انت بتحبي البصل يكون مقرمش سنة يبقى مش هنشوحه كتير، لو بتحبي يكون مستوي خالص فخلاص يعني قلبيه شوية كمان على النار. فاحنا ما بنحبهوش مستوي قوي، فهاخده بس تقلبتين كده بالصلصه. بعد كده هحط البقدونس اللي عندي عشان بقدونس ناشف فهحطه دلوقتي. لو عندك بقدونس اخضر يبقى هنحطه في الاخر خالص بعد ما نسوي الاكل. واحط البيض وانزل بالملح والفلفل الاسود والكمون، ولو عايزه تضيفي اي بهارات تانية، بس انا بحب اكتفي بالشكشوكه بدول بس. واديهم تقليبه وعلى حسب سوى البيض. انت بتحبي البيض مستوي قد ايه؟ لو بتحبيه مستوي قوي خلاص استني لحد ما زي انا بحبه مستوي قوي. وفي ناس بتحبه يبقى راني شويه كده، فلو راني شويه خلاص هنقفل النار على حسب السوا يعني اللي انتوا بتحبوه. وكده تبقى الشكشوكه جهزت. هزينها بقى باي حاجه تعجبكم. انا هحط شويه بقدونس على الوش، هحط زينها بالزيتون وشويه فلفل احمر حلو كده. خلاص يا دوب نغرف ونرتب ونزين ونرص الحاجه على الترابيزه. وطبعا جنب الاكله الحرشه دي المخللات. الحمد لله كنا جايبين المخللات من لما رحنا بورتلاند، فمبسوطه قوي. طلعت الليمونه بعصفر بقى الجميل ده، وحطيت في النص شويه بابا غنوج مع شويه فلفل حراق وجزر مخلل ولفت. وكان عندنا بقيه سلطه من امبارح، وعملت العيش في الفرن. وكده الاكل بتاعنا جاهز. وبس كده حلوين كده بيكون الافطار بتاعنا النهارده خلص. على فكرة ان شاء الله الفيديو اللي جاي هينزل فيه اسم التعليق اللي كسب. بحبكم كتير كتير كتير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.